Syria. C2. So we can confirm that Syria is in Group C position number 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الصحفي الرياضي عرفان عادل الماضي. بتشكر صفحة ذاكرة الدوري السوري اللي أتاحت لي الفرصة للإطلال عليكم. أعزائي، سنتكلم شوي عن قرعة كأس آسيا اللي انسحبت امبارح، واللي حيشارك فيها منتخبنا إلى جانب 24 منتخبا وزعت على 6 مجموعات. منتخبنا الوطني وقع في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وكيرغستان والصين. بداية هاي المشاركة الثامنة لنا، شاركنا في كأس آسيا 8 مرات، فشلنا في التأهل إلى الدور الثاني أو دور 16 حتى النسخة الأخيرة، والمفارقة لعبنا بالدور 16 الموسم الماضي أمام منتخب إيران القوي وخرجنا بفارق خلال الترجيح. هلا في قراءة سريعة للمنتخبات المشاركة، بتوقع أن مجموعتنا مجموعة متوازنة، وإن كان منتخب إيراني في كفة والمنتخبين بقيين في كفة، لكن تاريخيا التاريخ يقول أن إيران هي بطل آسيا 3 مرات، وأكثر فريق شارك في آسيا 14 مرة، وأكثر فريق لعب مباريات في بطولة نهائيات آسيا 68 مرة. بيجي بعدها منتخب الصين. الصين شارك 13 مرة، وهي وصيفة بطل آسيا مرتين 2004 و84. تمام. يبقى منتخب قرغستان هو المنتخب مثل ما بقولوا انه الضيف الجديد على هذه البطولة، يشارك مرة ثالثة. سبق له المشاركة في 2019 وتأهل لدور 16، وأيضا شارك في النسخة الماضية وخرج من الدور الأول. بسرعة نقول أن منتخبنا قادر على المنافسة على أحد مراكز الثلاثة الأولى في هذه المجموعة، شرط تجنب الخسارة أمام إيران والتعامل مع مباراتي قرغستان والصين، لأن قرغستان والصين مدرستين مختلفتين. قرغستان تتميز بالقوة البدنية والسرعة، والصين أيضا تتميز من مثل دول شرق آسيا الأقصى، كمان بيلعبوا بسرعة كبيرة جدا، وجميع المنتخبات متطورة. يجب احترام المنتخبات الثلاثة باعتبار كل مباراة بمثابة نهائي، والتعامل مع كل مباراة على حدة، وبنتمنى التوفيق لمنتخبنا، وإن شاء الله حيكون يعني هدفنا ليس فقط التأهل إلى دور 16، بل أكثر من ذلك إن حضر التخطيط والإعداد الجيد والروح القتالية، وأيضا بمساندة الجماهير السورية التي ستكون حاضرة بقوة إن شاء الله في السعودية.